السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم غندير فيديو جديد ان شاء الله. غنشارك معكم رفيسه المغربيه اصيليه. المهم الطريقه ديالي، وكنتمنى تفرجوا في الفيديو كامل ان شاء الله وتتبعوا المقادير. ونبداو على بركه الله وبسم الله. المهم عندنا هنا البصله مشلضه، انا كنشلضها، وعندي هنايا الثومه. هادو غندير غير هاد الفصيصات ديال الثوم. كاين اللي كيدير هكا، كيدير هذيك الثومه كامله هكا صحيحه، كله كي تيدير. انا كنفضل هذه باش ما كنقويش بزاف الثومه. المهم هنا عندنا العطريه، انا كندير شويه سكينجبير، شويه الخرقوم، شويه الملحه على حسب الذوق، وشويه البزار. وهنا عندي شويه عدس منقي ومغسول، وعندي هنايا الحلبه تاهي منقيه ومغسوله وناشفين. وعندي غندير شويه زيت البلديه وشويه الزيت الروميه مخلطين، شويه من الحاجه. وهنا عندي الدجاج على حسب الافراد ديال العائله. الا عندكم الناس كثار كديروا هكا دجاجه صحيحه. نبداو على بركه الله. غنبداو نصبوا الرفيسه ديالنا. نديرو شويه الزيت. المهم انا كندير كلشي، عاد كنقلل الدجاج. المهم نبداو على بركه الله. ندير شويه الزيت الروميه، نديرو شويه الزيت البلديه، نديرو البصله، صافي. غندير القميله ديالي. المهم انا كنقلي الدجاج ديالي والبصيلات حتى تنزل البصله مزيان، وعاد كنضيف الماء، عاد كنمرقو بالماء اما غليان اما بارد. المهم نخليه هادو يتشحروا مزيان. غندير العطريه، ديالي. اللي بغى يزيد راس الحانوت يزيد راس الحانوت، ولا المهم اي حاجه بغى يزيدها صافي. المهم انا هادو هما المقادير اللي كندير. ما كنديرش راس الحانوت حيت ما كيعجبش لوليدات. معايا وليداتي ما كيعجبهمش راس الحانوت، المذاق ديالو. المهم كاين اللي كيدير مساخن، كيدير راس الحانوت. المهم انا عندي الثومه كنقطعها، كنخليهاش هكا، كنقطعها. المهم انا قطعت دوك الفصوص ديال الثوم وكنديرهم هكا على هذا الشكل كيذوبوا. واللي بغى يرميهم هكا صحاح كيرميهم صحاحين. المهم غنخليها هنا تتقلى، غنسد عليها تذوب لينا البصيله، وغادي نمرقوا عليها ونزيدوا الثومه يا ربي العدس والحلبه. واللي بغى يديرهم في كميصات يديرهم في كميصات، اللي بغاهم مجموعين. انا كنفضل هاد الطريقه هذه، كتجيني سهله وعمليه واسهل ما يكون. المهم انا غنسد عليها تتقلى ونرجع معكم من بعد. المهم هنا من بعد ما تقلى لينا الدجاج والبصيله ديالنا على هذا الشكل، البصله كتنزل وكتطلق ديك الميها ديالها.
الماء. نرويو ونغطيو الدجاج باش ملي كنديرو المسمن كنلقاو باش نرويو خصنا نديرو الماء نغطيو الدجاج. المهم هنا زدنا الماء الكافي باش اللي غيكفينا باش نسقيو المسمن. وغنزيد دابا نزيد الحلبه والعدس ونسد عليهم ونخليهم يطيبوا. المهم انا غنسد عليهم غادي نمشي نصايب المسمن وغنشاركو معاكم. المهم هنا من بعد ما درت المريقه الطيب غادي ندوز نشارك معكم الرغيفات اللي غادي نقطعهم باش نديرهم على شكل رفيسه. المهم هذه عجينه عاديه بشويه سبيسيال ولا دقيق القمح زلافه وجوز ليف ديال الفورس صافي، وكنعجنوهم بالماء ومع شويه درت لهم شويه السكر وشويه الملح. صافي مسمن عادي مسمن نقدروا نديروا به. ودابا غادي نقطعوه ونديروا على شكل مربعات. انا كنديروا على شكل مربعات صافي، وكنطيبوا في المقله ديالي وصافي وكنقطعوا صافي. هي الطريقه ديالي. المهم انا غنقطع هاد الرغيفات كاملين ونرجع معكم من بعد. المهم من بعد ما كورنا المسمن ديالنا دابا غادي نربعوه عادي بشويه الزيت. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي. كاين اللي كيديروا هكا كيطيبوا وحده فوق وحده، انا كيعجبني هكا. هي الطريقه ديالي كنعجبني يكون على شكل رغايف. كنحمرها مع ماشي بزاف تحمرهم باش تيقصح يبقاو رطبين باش كنقطعوهم هكا سخان صافي. وهذه هي الرفيسه ديالنا. المهم تديروا لي على هذا الشكل صافي. وغادي نكمل هاد الرغيفات ديالي كاملين صافي ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. وهنا ملي كنطيبوا المسمن على هذا الشكل خليوه يتحمر مزيان كيما المسمن العادي صافي. وغادي نقطعوه ان شاء الله. صافي وغندوزو نقطعوه. صافي هنا كملت المسمن ديالي كامل، طيبته قطعته على هذا الشكل كيجي خفيف و كيجي مورق هكا. انا تنفضل هاد الطريقه كتجي زوينه صافي. ومن كطيب المريقه ديالنا الدجاج والبصيله والثومه المهم كاع داك المقادير اللي طيبنا اللي شفتو معايا في الاول صافي. غنسقيو هنايا الرفيسه ديالنا. هذه هي الرفيسه المغربيه الاصيليه
راه مزيانه في هذا البرد كتسخن. اكثريه اللي درنا فيها دوك المساخن ولا راس الحانوت راه كتدفي مزيان، خصوصا مزيانه للبرد، مزيانه للكحبه، مزيانه كلشي، راه صحيه. ايوا ننصحكم بها في هذا البرد. ايوا هذه هي الطريقه ديالي، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش من لايك واحد الاشتراك، واحد الكومونتير زوين، والى فيديو اخر ان شاء الله، وبصحتكم وراحتكم، بالصحه والراحه، بالصحه والراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه للجميع. السلام عليكم.